متابعي الأعزاء، طابت أوقاتكم. ضيفنا اليوم هو نصاب باع برج إيفيل. نعم، لقد تمكن من بيع برج إيفيل بالعاصمة الفرنسية باريس، كما نصب على آل كابوني زعيم إحدى أكبر العصابات في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين. هو مجرم ذكي ينسل من بين أيدي الشرطة كالزئبق. إنه فيكتور لوستيج. فمن يكون فيكتور لوستيج؟ هذا أحد أجرأ وأشهر النصابين على مر العصور. وكيف تمكن من الاحتيال على ضحاياه، خصوصا إذا علمنا أن ضحاياه ليسوا من الفئة الهشة والضعيفة ماديا ومعرفيا. ولد فيكتور لوستيج في 4 من شهر يناير من سنة 1890 في بوهيميا، أو ما يعرف بجمهورية تشيك حاليا. والده كان عمدة بلدة صغيرة تدعى هوستيني. دخل فيكتور عالم النصب منذ مراهقته، فقد برع بعمليات النصب ولو أنها كانت متواضعة في البداية. ففي سن 19 كان يتهرب من الجامعة ليذهب ويقامر بلعبة البوكر والبلياردو، قبل أن يترك دراسته من أجل ممارسة نشاطاته في الرحلات السياحية على متن السفن والبواخر المبحرة عبر المحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا. وهو المكان المناسب لاختيار ضحاياه الذين كان معظمهم من الأثرياء الذين يركبون في الدرجة الأولى، خصوصا أنهم لا يتوقعون أن محدثهم اللبق الذي يتكلم لغات عديدة وبطلاقة ما هو إلا نصاب محترف. فبالإضافة إلى إتقانه 5 لغات وبطلاقة، فقد كان حاد الذكاء. هذا الذكاء الذي أوحى له بأفكار فريدة للنصب والاحتيال على ضحاياه. وإذا أضفنا لكل هذه الصفات أنه كان وسيما ويعتني بأناقته ومظهره الخارجي، فهنا نكون أمام شخص يتوفر على كل العوامل التي قد تجعل الآخرين يثقون به، خصوصا أنه وبذكائه كان يتكلم بثقة أمام الضحايا ودون تردد ولا خوف. وطوال حياته امتلك العديد من جوازات السفر المزورة، كما أنه أطلق على نفسه ما يقارب 50 اسما. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى، وبعدما قررت أمريكا إلغاء مثل هذه النوع من الرحلات السياحية، قرر فيكتور لوستيج الاستقرار فيها وممارسة نشاطه هناك، وعرف بلقب الكونت. ومن جراء عمليات النصب التي كان يقوم بها، لم تمضي فترة طويلة حتى كان اسمه معروفا لدى الدوائر الأمنية في حوالي 40 مدينة أمريكية. لكن وبسبب ذكائه وفطنته، فقد كان يفلت من العقاب دائما ولا يترك خلفه أي أثر يدينه. ومن أهم عمليات النصب التي قام بها والتي اشتهر بها كانت ماكينة نسخ العملة. وقد كان يعرض على الناس صندوقا خشبيا يتبع الأموال، حيث ادعى أنه بإمكانه نسخ $100 كل 6 ساعات. تهافت الطامعون على اقتناء هذا الصندوق بعد أن عاينوه وأقنعهم به، فقد استطاع أن يبيعه بأسعار كبيرة وصلت إلى $30,000. فقد كان الصندوق يطبع النقود، أو لنقل يخرجها وليس يطبعها كما أوهمهم، فيستمر بفعل ذلك لمدة 12 ساعة، أي إخراج ورقتين من فئة $100، وبعدها يبدأ بإخراج أوراق بيضاء
نتيجة نفاذ مخزونه من العملة. وهنا يدرك المشترون أنهم وقعوا ضحية عملية نصب من الدرجة الأولى، وذلك بعدما يكون السيد فيكتور لوستيج قد طار بالأموال الكثيرة، وبالتالي يجدون أنفسهم قد اشتروا $200 وبضع ورقات بيضاء مقابل آلاف الدولارات ثمنا للصندوق الخشبي. هنا نلاحظ أن فيكتور لوستيج قد استعمل طمع الناس من أجل النصب عليهم، فكما يقول المثل المغربي: الطماع ما يخلي ضربه إلا الكذاب، أي أن خلاء دار وبيت الطماع يكون على يد الكذاب، أي يجعله خاليا من أي شيء. وفي عام 1925 بعد الحرب العالمية الأولى وما رافقها من قذف للعاصمة الفرنسية باريس، كانت البيئة مثالية من أجل عمليات النصب، فاستغل لوستيج وقت الأزمة هذا من أجل النصب كعادته. وحينما كان يقرأ جريدة كانت هناك مقالة تتحدث عن مشاكل المدينة من أجل إصلاح برج إيفل، حتى أن طلاءه كان عملا مكلفا، وكذا إمكانية إزالته، أن البرج كان يتجه إلى السقوط. كعادته اشتغل ذكاء لوستيج الممزوج بالخبث من أجل استغلال ما ورد في هذه المقالة، فجاءته خطة شيطانية لا يفكر فيها إلا من تتوفر فيه صفات الذكاء والخبث والموهبة والمغامرة. أعد لوستيج بطاقة مزيفة تبين بأنه يعمل مع الحكومة الفرنسية، ودعا 6 من تجار الخردة والمعادن إلى اجتماع سري في أحد أهم وأفخر الفنادق في باريس وفرنسا كلها، وهو فندق كريلون. فقدم لوستيج نفسه على أنه نائب مدير عام وزارة البريد والتلغراف، وشرح لهم بأنه تم اختيارهم على أساس سمعتهم الجيدة كرجال أعمال أمناء، وبعدها بدأ في نصب فخاخه. أخبر لوستيج المجموعة أن عملية صيانة برج إيفل كانت عملية فاشلة للغاية، وأنه سوف يتم إلغاء العملية ويتم بيع البرج للخردة. استمر لوستيج في قوله أنه بسبب الضجة العامة المعتادة فإنهم حافظوا على سرية الموضوع، وبأنه وقع عليه الاختيار لكي يختار التاجر الذي سوف يتعامل معه بخصوص العملية. وللإشارة فقد كانت فكرة إزالة البرج في ذلك الوقت أي سنة 1925 قابلة للتصديق، فبرج إيفل في باريس بني عام 1889 وتم نقله لمكان آخر في عام 1909، وهذا يعني أن فكرة نقله أو إزالته كانت واردة وبقوة، خصوصا مع أزمة ما بعد الحرب العالمية الأولى وما تلاها من ركود اقتصادي. وهكذا أخذ فيكتور لوستيج الرجال إلى البرج في سيارة ليموزين الفاخرة التي اكتراها والتي تليق بموظف حكومي في جولة تفتيشية. وفي نفس الوقت فقد كان يقرأ ملامح الرجال لمعرفة أكثرهم حماسا واستعدادا للشراء، بمعنى آخر أقربهم إلى شباكه. سأل لوستيج عن العروض لكي يتم تقديمها في اليوم التالي، وأخبرهم بأن يبقوا على الأمر سرا. الحقيقة وقعت عيناه على تاجر واحد وهو أندري بويسون، فبويسون هذا
كان غير مشهور في دوائر الحياة الباريزية الداخلية، ذلك فقد كان متحمسا لإتمام العملية. فقد اعتقد أن شراء برج إيفيل من شأنه أن يمنحه شهرة كبيرة في الأرجاء الباريزية، ولكن زوجة بويسون ساورها الشك في الأمر، وتساءلت عن سر هذا الموظف ولماذا يجب أن يبقى كل شيء سريا، ولماذا يجب أن تتم العملية بسرعة. ولكي يتم التعامل مع شكها هذا، فقد قابله لوستيج مرة أخرى وأقنعه بأنه مجرد موظف ولا يملك القدر الكافي من المال لكي يعيش في مستوى معيشة عالية، وأنه لجأ إلى طرق أخرى من أجل تزويد دخله. فهم بويسون الموقف في الحال وابتلع الطعم، ففهم أنه كان يتعامل مع موظف حكومة فاسد دخل في طريق الرشوة، وهذا ما عطل عقل بويسون وجعله ينسى كل شكوكه وشكوك زوجته، لأنه كان يعلم كيف يتعامل مع هذا النوع من الأشخاص المرتشين. وبالتالي فإن لوستيج لم يتلقى أموال شراء برج إيفيل فقط، بل حصل على أموال رشوة أيضا. وبعدما نفذ لوستيج وسكرتيره دان كولينزو، وهو نصاب أمريكي، خطتهما وتمكن من بيع البرج، استقل قطارا إلى فيينا ومعهما حقيبة مليئة بالنقود. والغريب في الأمر أن فيكتور كان يتوقع ردة فعل، وأن الصحف الفرنسية وكذا العالمية ستكتب عن القصة، لكنه تفاجأ أنه لم يحدث أي شيء من هذا. يبدو أن الضحية بويسون رأى أنه من الإذلال أن يشتكي للشرطة، وبالتالي سيشتهر كضحية لعملية نصب عوض الاشتهار كأحد أفضل التجار في المدينة. وبعدها وبمدة قصيرة رجع لوستيج إلى باريس، فاختار وسكرتيره 6 رجال آخرين، وحاول أن يبيعهم البرج مرة أخرى، لكن هذه المرة لم تنجح الخطة، فقد ذهب الضحية إلى الشرطة قبل أن يتمكن لوستيج من إتمام الصفقة. ولكن ومع ذلك فقد تمكن لوستيج وكولينز من الهروب. بعدها عاد فيكتور لوستيج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأقنع آل كابوني رئيس إحدى أكبر العصابات في الولايات المتحدة الأمريكية بأن يستثمر مبلغ 50,000 دولار في صفقة أسهم. قام لوستيج بالاحتفاظ بالأموال في صندوق لمدة شهرين، وبعدها أعادهم إليه مدعيا أن الصفقة قد فشلت. وتقديرا وإعجابا بشهامة لوستيج، أعطى آل كابوني لوستيج مبلغ 5,000 دولار، أي 10% من المبلغ. وهنا سنلاحظ مدى شجاعة الرجل وذكائه، أن هذه العملية تبين أن فيكتور شخص شجاع باختياره رئيس أكبر عصابة في الولايات المتحدة الأمريكية كضحية، وهو الأمر الذي ليس سهلا، لأن التلاعب مع العصابات غالبا ما يكون ثمنه الموت. ثانيا، ذكاء الخطة بالاحتفاظ بالمبلغ لمدة شهرين ثم إعادته مقابل الحصول على 10%، أن النصب على مثل هذه العصابات قد يكون تهورا بل سذاجة. وكانت آخر عمليات نصب فيكتور لوستيج حينما قام بتزييف النقود، حيث أغرق السوق بالعملات المزيفة قبل أن يتم القبض عليه في 10 من شهر مايو من عام 1935
في مدينة نيويورك وبحوزته النقود المزيفة. والغريب في الأمر أن سبب إلقاء القبض عليه هو تبليغ للشرطة من طرف عشيقته بيلي ماي بسبب الغيرة بعدما علمت بعلاقة فيكتور مع امرأة أخرى اسمها ماريكان، والتي كان يحبها منذ شبابه. وبعد القبض عليه لم يستسلم، فقد استطاع أن يهرب في الفاتح من سبتمبر من مركز احتجازه في مانهاتن، وذلك بعدما صنع حبلا من أغطية السرير ونزل بواسطته عبر النافذة. لكن هذا الهروب لم يدم طويلا، فقد تم إلقاء القبض عليه يوم 28 من نفس الشهر في بيتسبرغ بعد مطاردة طويلة، فتم الحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة، وأودع في سجن الكاتراز. وفي السجن قدم عدة شكاوى وطلب وصفات طبية بسبب مرضه، لكن طلباته قوبلت بالرفض بسبب معرفة الحراس لما يملكه من مهارات الاحتيال والرغبة في الهروب مرة أخرى. وقد حدث معه ما وقع للراعي الذي كان يدعي في كل مرة أن الذئب يأكل غنمه، وعندما يهب سكان القرية لمساعدته يجدون أن الأمر لا يتعدى أن يكون مجرد مقلب. لكن في اليوم الذي أكل الذئب أغنامه فعلا واستنجد بسكان القرية لمساعدته لم يساعده أحد. وهكذا فقد ظل فيكتور لوستيج يعاني إلى أن تفاقمت حالته وتم نقله إلى المركز الطبي الفيدرالي شديد الحراسة في سبرينغفيلد بولاية ميسوري، فأثبتت التقارير الطبية صحة كلامه وأنه يعاني من التهاب رئوي. وقد توفي في المركز بمضاعفات هذا الالتهاب في 11 من شهر مارس من سنة 1947. وبوفاة فيكتور لوستيج يسدل الستار على حياة أحد أشهر النصابين والمحتالين في العالم، والذي حمل عدة أسماء كما استعمل عدة جوازات للسفر، وهو الشيء الذي يجعل منه شخصية غامضة إلى يومنا هذا. وللإشارة فقد وضع فيكتور لوستيج لائحة من 10 وصايا لكل من يرغب في النجاح في مجال النصب والاحتيال، وعرفت بالوصايا 10، وهي: أولا، كن مستمعا جيدا ولا تتسرع بالكلام. ثانيا، لا تجعل الملل يبدو عليك ظاهرا أثناء الحديث. ثالثا، لا تبدي أي رأي سياسي قبل معرفة انتماء الآخر، ثم وافقه على ما يقول. رابعا، لا تكشف معتقداتك الدينية قبل أن يفعل الآخر، ثم أظهر نفس معتقداته وآرائه. خامسا، لمح من خلال حديثك عن الجنس، لكن لا تسترسل في الموضوع إن لم يلقى اهتمام الطرف الآخر. سادسا، لا تدخل في مناقشة عن الأمراض ما لم يظهر لك المتحدث قلقا بهذا الشأن. سابعا، لا تبحث عن خصوصيات الأشخاص فتتعب نفسك، أنهم سيبوحون بها في النهاية من تلقاء أنفسهم. ثامنا، لا تتباهى وتتفاخر، دع الغير يلاحظ أهميتك بكل هدوء. تاسعا، اهتم بمظهرك واحرص على أن تكون مرتبا دائما. عاشرا، لا تجعل الغير يراك في حالة سكر، بل لا تسكر. أعزائي عزيزاتي، آمل أن تنال قصة النصاب العبقري فيكتور لوستيج إعجابكم، كما آمل أن تدعموا وتشجعوا قناتكم، وذلك بالاشتراك والإعجاب
وكذا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وسأكون سعيدا بمشاركتكم رابط الفيديو ليصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. إلى أن ألتقيكم في فيديو جديد، تقبلوا مني أصدق وأحر التحيات. إلى اللقاء.